سلام خبركم تخطاتلتي مدبنا رحوس عيد الفطر نملاز بإرترا أوشتن وطان كومون حيلتات مكلقال النابلنا وقعوي سنة سرعات صلاة العيد الفطر كاب ميدا بحت مسكرم بقطع خنم محلال فالكومينا أبزوان زي أزبي كتما سمران كبابيان كاب استفلالي مساجدن كومون جوامع يتأغى غبيزلو بدحريوتي وقعوي سنة سرعات صلاة العيد لكع ساعة شمونت غكايديو دحر صلاة العيد مفتي إرترا بمغنيات عيد الفطر نملا أزبي إرترا بغطى زفنو خطبة صلاة العيد كأوربنا يوم بدحريو ساعة شمونت فرغان بيلو تي وقعوي سنة سرعات ناي عيد الفطر كزازميو كساب موداتا مسانا نخد صنحو بخبرنا عدمنا رحوس عيد الفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم نحييكم من ساحة الفاتح من سبتمبر في العاصمة أسمرة لنقل وقائع شعائر صلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. مشاهدينا في هذه اللحظة بدأ المسلمون في التوافد إلى ساحة الفاتح من سبتمبر لأداء صلاة العيد عيد الفطر المبارك. وكل المسلمين من مختلف الأحياء في العاصمة أسمرة يأتون جماعات وأفراد لأداء الصلاة. وهذه القاعة أو هذه الساحة ساحة الفاتح من سبتمبر تكتسي بالبياض في هذا اليوم الجميل أول أيام عيد الفطر المبارك. مشاهدينا بعد أداء الصلاة سيتوجه الجميع إلى منازلهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أهلهم وزويهم وأحبائهم وأقربائهم. وسننقل لكم برامج خاصة بمناسبة هذا اليوم وبمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن واليسر واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ملوء عالم بمليونات زغتصروا أمنت مسلمنا زبعلو عبي ترقم زلو هيمانتاوي بعلي دحريت صوم رمضان زبع العيد الفطر حدا شوال يزبعل نأقوطاطرا عودة ورح هجرية مسنر ورح حدا محرم ورح غلطة سفر ورح سلسة ربيع الأول ورح 4 ربيع الثاني ورح 5 جماد الأول ورح 6 جماد الثاني ورح 7 رجب ورح 8 شعبان ورح 9 دما رمضان مالت ورح صوم ورح 10 دما لوم يجمرالو شوال مالتيو ورح 11 ذو القاعدة كومون ورح 12 ذو الحجة. عيد الفطر منفساو حقوسن مسكانان زرائي الأوانيو عيد نهايمونتاو ترقمون لمدتاتون زنصبارق أدمساو خبرتات دما يقولع عيد سدرا بيتات فتوتي حبرتسب
أب صنبل زراقبلو أوانيهم أمنت مسلمنا أب جوامع ويدما أب كفوت بوتات تأكيبهم فلوي نايجمارو صلوت يقبرون أزدما بصلاة العيد يزفلت أزي ناي حبار صلوت ناي حدنت سمعيتن زعبي أمونغو أمنتي ناي حونتن أحاتن متأثر زدلدليهم يغريتان عرقن فغرن حونتن زرائيلو أوانيهم عيد الفطر أب استفلاليه بهالتاتن كبابتاتن استفلاليه لمدتاتن بعالاتن زلليهم حدا لمد لمدي بفلاي أب قلعو ملوات هياباتيهم فغرن مقلاتن نتحقز زملوه هواهون معباين زحقز دماء من قديهم بتوسقي أمنتي أب عيد زبالة أخداونتم وي حدش كداني غدنو إذ دماء ملكة سمعيت محداسن منفساوي نتسهنانيهم مقبي أب صنبل عيد الفطر مع كلاي بوتا يزلوم سدرابيتات بهلاو مقبتات مقور مقبتات زت قالله طعم دقس يدالوم مس اتفوتوم سبات مقب مكفالن نتسقمات سبات مقب معدالن أقداس مداي نايت بعاليم أبوان عيد متصواتن لقسن أزيو تخرت زوها يوم نسلاماو كبرتات رهرهن نخالوت بمحلاين دما ينصبارا عيد نزتتصقمو ناي حجز إيد تزرقحلو كمون أمونغ استفلالي محبر سبات سنيتن مردان نممعبال كم مزخاخري كوين يقلقل دقيمنا بزقات أمي نملا هزب إرترا أوجتن وطعن مسحيلتات مكل قانون يوهانا انكو عبز بصحنا نابلنا ناب سنسرعات صلاة العيد دحري 10 دقائق قبلنا كنسقركمنا دقيمنا رحوس عيد الفطر. المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. عيد الفطر المبارك من أيام شهر شوال ثم يليه عيد الأضحى في شهر ذو الحجة، وعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل، ولذلك سمي بعيد الفطر. ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر ومدته شرعا يوم واحد فقط وليس 3 أيام كما هو متعارف عليه عند الفئة العظمى من الناس. ويوم العيد هو يوم فرح وسرور وأفراح المسلمين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل مولاهم. ويتميز عيد الفطر بأنه آخر يوم يمكن قبله دفع زكاة الفطر الواجبة على المسلمين، ويؤدي المسلمون في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا صلاة العيد، ويتلقى المسلمون في العيد ويتبادلون أو يلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أهاليهم وأقربائهم، وهذا ما يعرف بصلة الرحم. كما يزور المسلم أصدقائه ويستقبل أصحابه وجيرانه ويعطفون على الفقراء. وقد جرت العادة في الكثير من البلدان الإسلامية بأن يأكل المسلمون في العيد بعض التمرات أو كعك العيد الطيب المحشو بالتمر أو المحشو بالملبن والمغطى بالسكر. تسمية العيد هو كل يوم فيه جمع، وأصل الكلمة من عادة يعود لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. وعيد الفطر سمي بذلك لأن المسلمون يفطرون فيه بعد صيام رمضان، وصلاة العيد سنة مؤكدة وهي ركعتان ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، لكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح بحسب رأي العين، وتسن الجماعة فيها وتصح لو صلاها الشخص منفردا أيضا. هذا الذي نسمعه مشاهدينا هو التكبير. يسن خطبتان بعد الصلاة، يكبر الخطيب في الأولى منها 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات، وهذا الذي نسمعه هو التكبير الذي يكبره المسلمون باستقبالا لعيد الفطر المبارك أو لأداء صلاة العيد. مشاهدينا سنتواصل معكم لنقل وشعائر صلاة العيد المبارك عيد الفطر المبارك بعد 5 دقائق، فكونوا معنا. ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنده عزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وسد الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة الجامعة. قوموا إلى صلاة العيد رحمكم الله. استووا واعتدلوا، سووا الصفوف، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج فيما بينكم ولينوا بأيدي إخوانكم.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كلما هل هلال وظهر. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كلما تلي القرآن بتدبر. الله أكبر كلما قام مصل لله وكبر. الله أكبر كلما وفق العبد للطاعة فشكر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله موفق من شاء لطاعته ومجزل الثواب للمخلصين من عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع قائلها أعلى الدرجات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالقرآن والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأوفياء الثقات. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، فاتقوا الله، فإن التقوى خير زاد ليوم المعاد. يقول تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لقد أطل علينا عيد الفطر في فجر هذا اليوم الأغر بالفرح والمسرات. إنه يوم من أيام الله المباركة، هو يوم المغفرة، يوم الجائزة، يوم تهفو إليه القلوب وتشرئب له الأعناق وتتطلع إليه الأنظار بعد أن تطهرت نفس المؤمن وسمت روحه وتحررت من رق الشهوات وضغط المادة وتسلط الأهواء. إنه موعد لتكريم الذين اختبروا أنفسهم بصوم رمضان فصبروا
وتحملوا بقلوب واعية وإخلاص كامل ونفس مطمئنة، فأفادوا منها أجل فائدة، فحق لهم أن يفرحوا. ومن شعائر هذا العيد التكبير والتهليل والشكر والتحميد على توفيق الله تبارك وتعالى. الله أكبر. في هذا اليوم الأغر هتاف يتصاعد من أفواه تطهرت بالصيام. الله أكبر. في هذا العيد شعار نابع من أنفاس طابت وأرواح خشعت للملك العلام. الله أكبر. في هذه اللحظات صيحة امتنان تبثها القلوب شكرا لربها على التوفيق وحسن التمام. أيها العباد، إن العيد في نظر الإسلام ضرب عبادي متميز تأخذ فيه النفس البشرية حظها من اللهو الحلال الذي لا ينسيها الطاعة. فحافظوا على جوهر العيد وصونوا مظهره ونزهوه من كل ما يدنس طهره وينتهك حرمته. وتمتعوا عباد الله بما أباح الله لكم من الطيبات، واشكروه عليها بأداء حقوقه التي أوجبها عليكم، واجتنبوا ما حرمه الله عليكم من المنهيات، فإنه لو كان فيها خير لكم ما حرمها عليكم، لأنه الجواد الكريم. وإنما حرم عليكم ما هو ضرر لكم دينا ودنيا رحمة بكم، وهو الرؤوف الرحيم. وقد جاء وصف خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أيها الإخوة والأخوات، من تلكم الخبائث والأرجاس الخمر أم الخبائث وجماع الإثم ومفتاح الشرور ونذير الفقر ومصدر الإجرام، ومن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، فاحذروها فإنها تذهب العقل وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتهلك الجسم بالأمراض والأسقام. واجتنبوا الزنا، فقد نهى الله تعالى عن مجرد الاقتراب منه، فكيف بالوقوع فيه؟ قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن في الزنا خصالا قبيحة ماحقة مهلكة، فهو أفحش الفواحش، يهتك الأعراض ويخلط الأنساب ويفسد الأخلاق ويوقع بالأمة البلايا والأمراض التي لا علاج لها ولا دواء، والتي تكاد تفتك بالبشرية. واجتنبوا التدخين، فإنه يؤدي إلى تضييع المال واستنزاف الصحة وشراء الأمراض المهلكة كالسرطان عياذا بالله. ونبارك الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة لمنع التدخين في الأماكن العامة. وإياكم والربا أكلا وتعاملا لضرره البليغ على الفرد والمجتمع، فإن آثاره ظاهرة لمن يتعاطى به. ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى آكل الربا. واجتنبوا قول الزور والعمل به وشهادة الزور، واحذروا الكذب والغيبة والنميمة، وطهروا صدوركم من أمراض القلوب المهلكة، من حسد وحقد وأنانية وأثرة، ومن كل ما يعكر صفوها.
ولا بد من التذكير بهذه المناسبة بعمل إنساني فريد قصرنا فيه، ألا وهو التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح. والتبرع بالدم عمل نبيل، إذا كان للصدقة بالمال ثواب عظيم عند الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرا، لأنه سبب الحياة، والدم جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبا وإيثارا، يغيث به ملهوفا وينقذ به حياة مهددة بالموت. أيها الإخوة والأخوات، هذا عيدكم فابتهجوا فيه وأكثروا من ذكر الله، واشكروه واحمدوه على توفيقه لكم على أداء عبادته، واستغفروه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير البرية أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون والموحدات، نعيش اليوم أجواء العيد بعد ختام فريضة الصيام. إنه يوم فرح وسعادة، كما أنه يوم مفعم بالمعاني الإنسانية والاجتماعية السامية. إنه يوم التراحم، يوم التواصل، يوم التعاطف، يوم التزاور، يوم التكافل. وإن من أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم تفريج الكروب ومواساة الفقراء والعطف على المحتاجين. ولذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة صغيرا أو كبيرا، صاعا من غالب قوت البلد، والصاع يقدر ب3 كيلوات، وقدرت نقدا في هذا العام ب75 نقفة عن كل شخص. فيا من أخرت إخراج زكاة فطرك، سارع وأخرجها قبل غروب شمس هذا اليوم حتى لا تأثم. واعلم أن زكاة الفطر دين في ذمتك، لا يسقط هذا الدين عنك إلا بعد الأداء ولو بعد وقتها. أيها المسلمون والمسلمات، تذكروا وأنتم تعيشون فرحة العيد أن هناك يتيما ينشد حنان الأمومة الحادبة ويلتمس عطف الأبوة الحانية عندما يرى الأطفال يحضرون صلاة العيد رفقة والديهم وما ينعمون به في العيد. وتذكروا الأرملة التي توالت عليها المحن فقدت زوجها، وتذكرت بالعيد عزا قد مضى تحت كنف زوج عطوف. وتذكروا الأسرة التي فقدت ابنا أو بنتا فتذكرت أعيادا كانت فيها مجتمعة فانكسر قلبها. وتذكروا المريض الذي أقده المرض، والمعتقل الذي
أقعده الاعتقال عن حضور مشاهد العيد مع أبنائه وأسرته وإخوانه وغيرهم ممن حال العذر دون مشاركتهم فرحة العيد. ففرحة العيد وبهجته لا تكتمل إلا عندما تعم كل بيت وتشمل كل أسرة. فبادروا لتفريج كرب المكروبين وملاطفة اليتامى ومساعدة الثكالى والبحث والتنقيب عن أصحاب الحوائج الذين لازموا بيوتهم حياء من مد الأيادي وهم أشد الناس حاجة إلى المساعدة. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الله تعالى بعد أن أنبتنا في أرض إريتريا المباركة وقبل ظهور الديانات عاش أجدادنا متفاهمين متعاونين، وبعد بزوغ فجر الديانتين فمن شواطئنا دخلتا، فكان بلدنا من أوائل الأمم المؤمنة بهما، بل كان بوابة لنشرهما إلى الأقطار الأخرى. وأن كل محتل دنس أرضنا ومن أجل إطالة أمد استعماره حاول تمزيق وحدة شعبنا، ولكن فشلت كل المخططات بفضل صموده وتماسكه حتى تحرر الوطن. فلنحرص على وحدتنا تحت ظلال وطننا الغالي، فإن وحدتنا صمام الأمان وأقوى سلاح لمواجهة التحديات وعلى توريثها للأجيال. وفي الختام نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والخارج والعالم الإسلامي أجمع بالعيد، والتهنئة مقرونة بالتحية إلى قوات الدفاع الإريترية الباسلة بناة الوطن وحماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واحفظ وطننا وزده أمنا وازدهارا وتقدما، وبارك لنا في أرضنا وسمائنا وبحرنا وزرعنا وضرعنا، ووسع أرزاقنا وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اجعل أرض السودان الشقيق آمنا سالما مستقرا، وأتمم له التباشير التي تلوح في الأفق من الأخبار السارة لتعم سائر ربوعه وتشيع كل أراضيه. اللهم إن نزيف دماء ودموع أهل غزة الأبية العصية وحصد الأرواح البريئة المسالمة لا يزال على أشده وسط صمت دولي، وأنهم يئسوا من نصرة أهل الأرض، فكلهم يا رب الأرض والسماء، وانصرهم وفرج كربهم واكشف الغمة عنهم وبدل حالهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
مسكرم بكبز بلا سنة سرعة تزازيم الله نملا حزب إرترا دقيمنا روحوس عيد الفطر نابلنا كاب جزاوي استوديو ار تي في قلقلو التلفزيون إرترا كاب ميدا بحث مسكرم كنا محلال فوت صنحنا مدب أبزي كنزازمينا صلاح الدين. المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. وصلنا معكم إلى ختام نقلنا من الفضائية الإريترية لشعائر عيد الفطر المبارك من ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة. هذه الشعائر التي شاهدناها جميعا والتي نقلناها لكم أمها عدد كبير من المسلمين في مدينة أسمرة وخاطبها أو خطب فيها مفتي الديار الإريترية الشيخ سالم إبراهيم المختار. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البث من الفاتح من سبتمبر من الاستديوهات المؤقتة في الفاتح من سبتمبر. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.
مرحبا بوني بل تحضروا مرحبا بوني بل تحضروا عيدنا مساء بالحب خيرو مرحبا بوني بل تحضروا مرحبا بوني بل تحضروا عيدنا مساء بالحب خيرو نتكبتوا بعادات ونباري نتكبتوا بعادات ونباري صورنا أفرنجي صوت الوسناري لباسنا صوف خالي وفرينا فاري أبا فرس كحول وقمل ود بشاري ما تحيد هديات صبح مدر ما تحيد هديات صبح مدر نقوشنا لثلاثة ولباس حديث قير قضيت نتنسى ناس محلب صندل وعطر نحرد من توابنا الجلاب عيد ناير إلا أمعل إلا بسنيد نقابل لا فرح وبسم الله إلا أمعل إلا بسنيد نقابل لا فرح وبسم الله مرحبا باني بل تحضر مرحبا باني بل تحضر عرفة مصطة قن حب خيرا مرحبا بوني بل تحضروا مرحبا بوني بل تحضروا عيدنا مساء بالحب خيرو قن حولنا عايش نبام سعد سليم قن حولنا عايش نبام سعد سليم اجل قوارهم لبلو معايدين مدحر والدين نسوه اندي لبلو آمين أفوكم درس الساء مطعمكم ودنساء أفوكم درس الساء مطعمكم ودنساء عجب دعرقبو كله لقنت الشاء شاكت تريد قبو كله لجك قفا مدحر والدين تلا آمين تبليسا مدحر أمات تلا آمين لبليسا إلا أمعل إلا بسنيت نتقابل لا مدحر وبسم الله إلا أمعل إلا بسنيت نتقابل لا فرح وبسم الله مرحبا بوني بل نتحضروا مرحبا بوني بل نتحضروا عيدنا مساء بنحب خيرو مرحبا بوني بل تحضروا مرحبا بوني بل تحضروا عيدنا مساء بالحب خيرو يوم سقابتا رحبوا وتفضلوا يوم هيابتا حبوا وكافلوا يوم عريتا قل حد عفو بلو يوم فرحتا بسنيت باشرو حدنا نرحم لرحمنا الرحيم حدنا نرحم لرحمنا الرحيم حدنا نادر راكب اقل مسكين نافرحو ينبكي يا يتيم نالبسو نافرحو يتيم
إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل بعفو وبسم الله إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل بعفو وبسم الله إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل بصبوت وبسم الله إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل بعفو وبسم الله إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل بصبوت وبسم الله